كمني ماليش حد ابقى رخيصه في نظرك للدرجه دي؟ لا يا دكتور، انا لو كنت عايزه ابقى كده ما كنتش دخلت بيتي. ايه رايك في السبانخ؟ حلوه صح؟ ماليش فيها قوي. ازاي دي مليانه حديد، هتسال بابا يقول لك. بقول لك يا بابا ما تجيب طباخه. دي هو اكل عمتك مش عاجبك؟ عجبني بس يعني بتتعب، انت عارف، رايحه جايه يعني. يا حبيبي يا حنين انت، معلش تشغلش بالك. يلا خلص طبقك توديه المطبخ واطلع خد شاور. يلا حبيب بابا. حاضر. قاعده عديشه. يا رمزي قول لي بقى ايه اللي حصل؟ ومين ناديه دي؟ يا ساتر دي مجنونه يا عم. هتتأخر؟ لا خالص، انا هغير هدومي واجيب العربيه واعدي عليك على طول. ماشي. ماشي. ولا على فكره انا كنت ممكن اعلم عليك قدامها بس ما رضيتش. تعلم على مين يا نجم؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. انا بس جاي اقول لك لما تحب تعمل دكر وتيجي تعمل نمره ما تجيش تعملها عليا انا. وزي ما اتكترت عليا انت واصحابك في الكافيه الصبح هردها لك، بس انا بقى هعلم عليك. كتروا عليا يا ولاد، ده بيتي. ده غير بقى، عارف انت، غرور كده غير مبرر وعجرفه فارغه. ده طاهر. طاهر يا ولادي، انا هوريك. تعالوا يلا يا ولاد الكلب، يلا يا ولاد الكلب. ارمي اسيبك. تصدقي انت ما عندكيش دم؟ امك اتصلت اكتر من 3 مرات. انا اسفه بس ربنا يخليكي ليا والله، كنت احسن واحده في البروفا النهارده. طب يلا هطلب الشيك ونمشي. يلا بينا. يلا بتتكلم. ايوه يا مام. هو انتوا ما بتردوش ليه؟ الموبايل بس كان مع راجل بيركب سكرين بروتكتور. لا احنا خلاص جايين في السكه اهو. خلاص يا ماما 10 دقايق هروح التويليت. طب يلا ما تتاخروش، جايبه لكم حاجه حلوه. ايوه بقى، جايبه لنا ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. يا رجاله ما حدش يتحرك الا لو حصلت حاجه. ها؟ وانت يا ميرو هتيجي معايا تشوف الحاجه دي ولا اجيبها لك هنا؟ ده سؤال يا شيكو. طيب يا عم، بس الواد ده محترم جدا، ها؟ واكيد ملوش دعوه. هنعرف دلوقتي هو ليه دعوه ولا لا. قلب اخوك. يا حبيبي في نفس المكان. هتلاقيني جنب العربيه على طول. ماشي مستنيك. داخل علينا. بص لو لقيتها حاجتك بالظبط تلاغيني كده باي اشاره وانا هفهم، بس من غير ما هو ياخد باله عشان ما يحورش علينا، وانا هبقى جلونه بالكلام. وانا تلميذ ولا ايه يا عم شيكو؟ انا لو طلعت حاجتي هعرف اجيبه في كلام كويس. ماشي يا عم واهدى. ها اهو جه اهو. يلا بينا. انا وراه. عبي قلب اخوك بيبي. عامل ايه؟ وراك ايه؟ تعبتك معايا يا عم تعبك راحه، بقول لك كده انت لقطتهم والله. ده انا عايز اقول لك بعد ما بعت لي عملت الاوردر جالي طلب عليهم تاني. هم دول بقى؟ هو الاوردر لمين؟ لمراد صاحبي. ايه الدنيا؟ وانت هتجيب بضاعتك منين؟ ليه؟ لا عادي، اصل حاجه نظيفه يعني. ليا كام واحد صاحبي كده قاعدين بره بيظبطوني وبنقسم يعني زي ما كلنا بنعمل، ولا ايه يا عم شيكو؟ يعني التيشيرتات دي جايلك من بره؟ ايوه. هو في ايه يا شيكو؟ لا مفيش اي حاجه. بقول لك ايه؟ انا حاسس شفتهم قبل كده التيشيرتات دي. طب ايه الفكر في ايه؟ مفيش اي حاجه، الموضوع بسيط بس صاحبي قلق شويه، ما تقلقش. انزل يالا، انزل يالا. انا عايز افهم في ايه؟ فهمني في ايه طيب؟
انزل يلا. ايه الحاجات اللي في ايه دول؟ انت هنزل فهمني في ايه؟ معايا فهمني. قول لي كام مره فهمني. حضرتك هم هربوه من باب المطبخ. حضرتك هو اللي هرب لوحده يا باشا، ههربه ازاي بس؟ دي سمعه مكان. انا عايزك تهدي خالص وتاكدي انك مش هتخرجي من هنا غير ومعاكي حق. مش حق انا بس، حقي وحق كل البنات التانية اللي اتصوروا. احنا اتحفظنا على الموبايل خلاص، وصاحب الكافيه جاي في الطريق. حضرتك انا بقالي اسبوعين بس شغال، مش عايز مشاكل. عملتوا ايه؟ انا مش هسكت، انا هبهدل الدنيا اخر بهدله. هو ده الحيوان؟ ماما ممكن تهدي يا فندم؟ حضرتكم مش هتمشوا من هنا الا لما يجي لكم الواد. اتصل يا ابني بصاحب الكافيه يا ابني، استعجلوا خليه يجيب بطاقه الواد. يا باشا ماليش ذنب والله العظيم، حتى حضرتك اسال الهانم، مش حضرتك قعدت ساعتين او اكتر في الكافيه؟ حد قرب لحضرتك او ضايقك؟ يا نهار اسود، انا عاوزه اعرف مين صاحب التليفون وفينه. هنجيبه زي ما قلت لحضرتك، حقكم هيجي لكم. طب انا عاوز اعمل محضر نفسي. اسمه تهريج والله، ده اسمه تهريج. مش عايز صوت بقول لك. انا عايز عزمي بيه. اقف هنا ما تتكلمش. عاوز عزمي بيه دلوقتي. اقف هنا ما تتكلمش. كنا في دوريه يا فندم في شارع 13. لقينا الاستاذ ده ماسك العصايه الخشب وبيضرب واحد فيهم، ولما سالناه قال انا بدافع عن ابني. يا حضرة الضابط، ناس جايه تضرب ابني قدام بيتنا، لازم ادافع عنه، وطول الطريق عمال اقول لحضراتهم كده، ما حدش عايز يسمعني. ممكن توطي صوتك؟ انا عاوز عزمي بيه دلوقتي. عزمي بيه ماشي. هو حضرتك بتهددني؟ يا عم سيبني. اوعى ايدك. يا فندم اللي هو بيقول هو اللي حصل. العيال دي جت اتهجمت عليا قدام البيت. اه هو في ايه النهارده؟ خير يا امجد بيه؟ العيال دي كانت تعمل مشكله في الشارع، بيقولوا ان في حد نصب على التاني، قلت اجيبهم ونشوف حكايتهم ايه. عرفت اجيبه. انتوا بتعملوا ايه هنا يا بابا؟ بابا انت مخلف بلطجيه؟ لا ما بابا البنت دي ضعف حظ.